اسعد الله مساءكم بكل خير. يا ريت نوفر في بعض الحاجات، يعني مش كل مره يبقى البانيه ببيض وبقسماط ودقيق. ممكن يبقى بدقيق بس زي اللي انا عاملاه دلوقتي. تبلي كويس، تتبيله حلوه، ودي دقيق وسيبيه الفراخ تشربه، دخلي في الفريزر. وبعد كده العبي بقى على الصوص الحلو، يعني مثلا لو عندك باربيكيو معلقه صغننه، لو عندك كاتشب، لو عندك مايونيز، لو عندك بابريكا مدخنه، هتزيد من التست. ويبقى وفرتي البقسماط والدقيق مره ومره، مرتين ومره. كل واحد بقى عنده رشه بيرشها على الفراخ بتاعته. دي هسيبها لك، اللي يحط ملح وفلفل، اللي يحط بقى دقه، اللي يحط دي بتاعتك. وده الصوص. ودايما الفينو بيتعمل بالسكينة المنشار اللي زي دي عشان ما يبص.